وحكايه فيلمنا النهارده بتبدا مع شاب اسمه سلطان، وبنشوف سلطان وهو بيهرب من احد المستشفيات بسبب ان بيتم مطاردته من بعض افراد العصابات المسلحين. وبعد كده بيبدا سلطان يرجع فلاش باك للزمن لورا، بيحكي لنا قصه حياته ايه، وبيقول لنا انه اتولد لقى نفسه يتيم الام والاب، وطبعا اتربى في دار ايتام. وبعد ما تم السن القانوني وخرج للدنيا كان كل حلمه ان يكون معاه فلوس كتير عشان يحقق كل اللي نفسه فيه وكل اللي اتحرم منه طول حياته، عكس صديقه سعيد اللي دايما مش واعي باي حاجه حواليه بسبب تعاطيه لكل انواع المخدرات. ولكن الحظ مش بيكون في صف سلطان ابدا، لحد ما بيقابل كابتن كوبا مدرب كمال اجسام، واللي رسم له البحر طحينه وقال له ان لو اتعلم الملاكمه وبقى محترف فيها هيكسب فلوس كتير جدا. لو مش كده بس، ده كمان هيسافر وهيلف العالم كله. وطبعا سلطان صدقه واتعلم رياضه كمال الاجسام وبقى محترف فيها بجداره، ولكن للاسف انتهى بيه المطاف في ماتشات المراهنه للمصارعه مع البلطجيين في الشارع. وفي ليله من الليالي بيكون سهران سلطان وسعيد لوش الفجر وبيسمعوا صوت ضرب نار قريب منهم، ولما بيروحوا علشان يشوفوا فيه ايه بيلاقي مجموعه من البلطجيه بيضربوا نار على واحد اسمه الحاج سيد وبيحاولوا يقتلوه. وبنعرف ان الحاج سيد ده بيكون زعيم عصابه كبير وبيتاجر في السلاح والاثار، والبلطجيه اللي عايزين يقتلوه دول يبقوا رجاله زعيم عصابه تاني اسمه الباروني، والباروني ده بقى بيتاجر في كل حاجه حتى البشر. بنكتشف ان الحاج سيد والباروني بينهم عداوه من ايام ما كانوا مع بعض في السجن، ولما سلطان بيشوف الحاج سيد بيواجههم لوحده بيقرر انه يتدخل وبيضربهم كلهم وبينقذ الحاج سيد من الموت. وبعد ثواني معدوده بتيجي الشرطه وبيهرب كل واحد فيهم من اتجاه بسرعه قبل ما يتم القبض عليهم. وتاني يوم بيبعت الحاج السيد رجالته وبيخطفوا سلطان علشان يشكروا على موقف الجدعنه اللي عملوا معاه، وبيعرض عليه كمان يكون واحد من رجالته ويبقى دراعه اليمين. وبيوافق سلطان بدون تردد لان الشغلانه دي بالنسبه له هي فرصه العمر، وطبعا لانه هيكسب فلوس كتير. وتاني يوم بينتقل سلطان وسعيد لفيله الحاج سيد وبيتعرف على بنته غاليه اللي بيعجب بيها وبيقع في حبها من اول نظره، وبيكون واضح ان هي كمان بتبادله نفس المشاعر. وبيستعد رجاله الحاج سيد للانتقام من الباروني ورجالته، وبيرسم سلطان هو خطه الهجوم على المصنع بتاع الباروني. وبعد ما بيوصلوا للمصنع بيوزعوا نفسهم في اماكن مختلفه، وبعد ثواني معدوده بيصدر واحد فيهم صوت وبيكون هو السبب في كشف امرهم والقبض عليهم. وبيتصدى سلطان لرجاله الباروني وبيواجههم لوحده وبيضربهم كلهم وبيخلص عليهم. وبعد كده بيسرقوا الصندوق اللي موجود فيه الكونتور، وبعد ما بيفتحوا الصندوق بيكون الكونتور عباره عن ماكينه غريبه ومجهوله ومش بيعرفوا هي ايه. وبعد بحث طويل بيكتشفوا ان الكونتور ده هو مطبعه دولارات مزوره بنسبه 80%، يعني تعدي على اي بنك عادي بدون البنك ما يكتشف ان الدولارات دي مزوره. وبيفرح الحاج سيد جدا لما بيعرف ان المطبعه دي مطبعه دولارات، لانها بالنسبه له هتكون كنز، ده غير ان هي هتكون اكبر انتقام هيقدر ينتقم بيه من الباروني ويشفي غليله منه. وفي ليله من الليالي بيكون سهران سلطان مع غاليه وبيحتفل بعيد ميلادها، لكن فجاه بيدخل عليهم اخوها مروان وبيزعق لها وبيتعامل معاها بعنف شديد عشان شايف ان سلطان ده واحد من الخدم اللي شغال عندهم ومش من نفس مستواهم وما ينفعش تخرج معاه. وبعد ما بيتعصب عليها بتسيبه غاليه وبتخرج من المكان. وبعد كده بتحصل مشاده ما بين مروان وسلطان، وبعد لحظات معدوده بيدخلوا رجاله الباروني وبيخطفوا سلطان وبيحاولوا يجبروه يعترف ويقول مكان المطبعه فين، لكنهم بيفشلوا يوصلوا معاه للنتيجه. وبعد كده بيضربهم سلطان وبيخلص عليهم كلهم وبيهرب من المكان بسرعه. وفي نفس اللحظه دي بيكون واقف مروان بيراقب المكان من بعيد وبيتضايق جدا لما بيشوف سلطان لسه عايش وماشي على رجليه، وبيقرر يقتله ويخلص عليه بنفسه. وبيسوق عربيته وبيخبطه بالعربيه وبيقع سلطان على الارض وبيفقد الوعي. وبعد كده بينتقل للمستشفى وبيخطف الباروني سعيد وبيهدده لو ما قالش واعترف على مكان المطبعه فين هيقتله. وبيخاف سعيد جدا على نفسه وبيضطر انه يعترف بكل حاجه. وفي نفس اللحظه دي بيروح الحاج السيد لمكان المطبعه السري عند تريشه في الصحراء، لكن تريشه بيكون غدر بيه وباعه هو كمان للباروني مقابل 50 كيلو جرام من الذهب. وبيبدا بينهم الاكشن والاثاره، وبيضرب الباروني سيد برصاصه في كتفه وبيهرب سعيد والراجل الصيني من المخزن بسرعه. وبيروح لسلطان المستشفى وبيحكوا له كل اللي حصل. وبيتضايق سلطان جدا وبتشتعل جواه نار الانتقام. وبيسال سعيد وبيقول له هو الباروني عارف مكان المطبعه لمين. وبيرتبك سعيد وبيضطر انه يكذب عليه وبيقول له ما اعرفش اي حاجه ولا اعرف هو عارف مكانها منين. وبيعرف سلطان ان هو كمان بقى عليه الدور، لان اكيد رجاله الباروني مش هيسيبوه هو كمان وهيجوا قريب جدا علشان يخلصوا عليه. وبيقرر انه يهرب من المستشفى في اسرع وقت ممكن. وبيبعت للصديق المقرب واللي بيكون اسمه ملك الليل. والاول مره بنشوف ملك الليل اللي بيفجر قنبله مسيله للدموع في المستشفى عشان يقدر يساعد سلطان ويهربه من المستشفى. وفي اللحظه دي بيوصلوا رجاله الباروني وبيحصل بينهم بعض الاكشن. بيقدر فعلا سلطان يهرب من المستشفى، لكن للاسف مش بيقدر يهرب من رجاله الباروني. وقبل ما يقبضوا عليه بثواني بيجي سعيد وبينقذه من بين ايديهم. وبعد مرور ايام معدوده بياخد سلطان فريقه وبيهجموا على مكان
التريشه اللي في الصحراء، وبيرفعوا عليه السلاح وبيهددوه لو ما اعترفش على مكان الحاج سيد فين هيقتلوه ويخلصوا عليه. لكن فجاه بيدخلوا عليهم رجال التريشه المكان وبيحاصروهم من جميع الاتجاهات، وبيأمرهم التريشه يسلموا الاسلحه اللي معاهم. لكن فجاه سلطان بيطلع قنبله وبيفجرها في المكان عشان يقدر يهرب هو ورجالته، وبالفعل بيقدروا يهربوا وبيموت تريشه هو وكل رجالته. وبنكتشف بعد كده ان مروان بيخون والده وبيشتغل لحساب الباروني، وده عشان ينتقم من باباه لان هو السبب في مرض والدته ووصولها للجنان، وبيطلب منه يمضيله على توكيل عام لجميع املاكه مقابل انه يخلي الباروني يرحمه ويخرجه من السجن اللي هو حبسه فيه بدون ما يأذيه. وطبعا سيد بيرفض انه يخضع ليهم ويسلمهم رقبته، وبيقول سلطان انه محتاج حد يهكر كاميرات مراقبه الفندق بتاع الباروني عشان يقدر يراقب الباروني ورجالته، وبالتالي هيعرف مكان الحاج سيد فين. وهنا بيظهر عماد ابن اخو ملك الليل والمشهور بعماد هاري، وبالفعل بيقدر عماد يتمكن من انه يختار كاميرات مراقبه الفندق. وبيكتشف سلطان ان الفندق فيه مكان سري تحت الجراج، والمكان ده محدش يعرف عنه اي حاجه غير الباروني نفسه ورجالته. ومن هنا بيعرف سلطان ان المكان ده هو المكان المحبوس فيه سيد، وبيرسم خطه جهنميه وبتكون الخطه كالتالي: سلطان وسعيد بيمثلوا انهم العمال اللي جايبين الخضار للفندق، وبيدخلوا من الباب الخلفي للمطبخ وبينيموا الجرسونات وبيلبسوا لبسهم. وبعد كده بيطلع سلطان للجناح الخاص بالباروني وبيستنى صحر اللي بتكون موجوده مع الباروني جوه عشان تخدره، وسعيد بيحط منوم لباقي العاملين في الفندق، وبيمثل كابتن كوبا انه شخص اعمى عشان يقدر يدخل غرفه كاميرات المراقبه، وبيضرب حراس الامن الموجودين في الغرفه، وبيحط فلاشه في جهاز المراقبه، ومن خلال الفلاشه دي بيقدر عماد يعطل الكاميرات. وبيجي دور سحر، وبيكون دور سحر انها تظبط الباروني وتاخده لاوضتها وتخدره عشان سلطان يقدر يخطفه ويفتح باب الخزنه اللي مش بتفتح غير ببصمه وشه. ولكن الخطه كلها بتبوظ بسبب ان غاليه بتظهر فجاه في الحفله، وبتحصل مشاده بينها وبين اخوها مروان. وطبعا سلطان مش بيقدر يتحمل وبيتدخل عشان يحمي غاليه من شر مروان، وبتحصل بينهم مشاده عنيفه وفجاه بتقلب على اكشن، وبيتحول الفندق لساحه معركه عنيفه بين الطرفين، وبيقدر سلطان يقتل مروان وبيخلص عليه. وبعد كده بياخد الباروني اللي بيكون تحت تاثير المخدر ومش واعي باي حاجه حواليه، وبيفتحوا بوشه باب الخزنه وبياخدوا منها الفلوس اللي طبعوها كلها بالمطبعه واللي بتساوي حوالي ملايين الدولارات، وبيهربوا بسرعه من الفندق. وبيدخل الباروني ورجالته السجن، وبتتجوز غاليه هي وسلطان وبيعيشوا مع بعض في سعاده وهنا.